السلام عليكم إخواني أخواتي، ومبروك عليكم الشهر الفضيل. وبمناسبة رمضان أنا بغيت ندير المطبخ عندي يعني بجو مغربي. كما كتلاحظوا معايا هادو الأشكال ديال ديال ديزاين ديال الزليج، ولكن ماشي جليج هذا، غير هذه ورق لاصق. هنا كما كتشوفوا معايا كيكون بهاد الأشكال، كتختار الأشكال اللي بغيتي. كما كتلاحظوا معايا حنا كل بوكس هادو كل باكيطه فيها 24 حبه، يعني على حسب كل زواقه. انا خديت 120 حبه موجوده في اي بي، تقدروا تلقاوهم في امازون وكتقدروا تلقاوهم في لي سيت. واول حاجه غادي نديرو قبل ما كنبداو نستعملوا هاد اللاصقات ديال الزليج، كنجي كنمسح جيدا وكنقيه مزيان. هنا العبار اللي عندي انا اللي خديت العبار هي 15 سنتيمتر على مربع على 15 سنتيمتر ولا 150 ملم 115 سنتيمتر كما مكتوب في الباكيطه. تاخذوا الدوبل متر عندكم وتعبروا شحال عندكم وكتجيبوه. وان شاء الله انا غادي نلصق المطبخ ان شاء الله، وغادي نوريكم النتيجه ديالو ان شاء الله. غادي ننظف وغادي نبدا بحول الله، وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل بحول الله. كناخذوا من بعد ما نظفت كناخذ الشريط عندي بهذا الشكل وغادي نستعمله بهذا الشكل من بعد ما نظفت. هنا كما كتلاحظوا معايا هنا انا ما عنديش الاظافر، غادي نحاول نفتح هذه الجنبات على بركه الله. هاد اللاصقات كيخليو كانك كيكون عندك واحد الجو مبروك عليكم هاد الشهر الفضيل وهاد الغيبه شحال ما لي ظروف، وان شاء الله نرجع معاكم كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. غنحاول كما كتلاحظوا معايا هنا بهذا الشكل كتكون عندنا هذه، لكن خاصكم نوريكم في هذا المكان اللي قريب بهذا الشكل، ولكن خاصكم تخرجوا الهواء وتحطوا لازم تحطوا هاد الاطراف، لازم تبغي شويه ديال الصبر والخاطر بهذا الشكل. انتم كتسحبوا بهذا اليد وكتجروا بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل. غتستمروا نفس الشكل. غادي نجيبو كنبقى في كولون وحده نفس الموديل، غير لابد ما تثبتوا. انا كنثبت هاد الاطراف وكتمشي معاها ما كتطلقيش لتحت بهذا الشكل. صدقوني الديزاين راه كيجي رائع، ولا بد تستعملوا هاد الحركه باش الا كان شي هواء حاصل كتخرجوه بهذا الشكل. وهذا الشكل الثاني غنعاود نحطوه هنا، يعني كندير كولون بهذا الزواقه بهذا الديزاين وكولور اخر بهذا الزواقه. انا درت الباقي كما كتشوفوا معايا هذا الموديل. انا كندير كولون واحد ما عدا الا سالت لي الديزاين كنحاول ندخل اللي قريب ليه بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. انا مازال ما حليتش كنتمنى تقولوا لي الراي ديالكم في الديزاين. هما راه كيصيفطوا جوج. وهنا بالنسبه للكهرباء انا كناخذ القياس وكنت كنقطع. شوفوا معايا راه ما كيبانش هذاك التقطاع، يعني كنتبان ضروري غير تاخذوا الخاطر وتستعملوه بهذا الشكل. عاوتاني انا عندي هنايا
ديال الكابس ديال الكهرباء بهذا الشكل. وعاوتاني انا عندي هنايا هذا اللي على الكوكر، اللي على باش كنطبخ. هذه عندي شويه، عندي فيها هنايا هذا الزليج طويل. انا نحاول نبعد باش نوريكم كيفاش كيبان، كيجي رائع. ما كتشوفوا معايا. وهنا ملي كانوا عندي هاد الفواصل كما كتشوفوا الحجم ماشي هنا 15 سنتيم، هذه قل. كناخذ دائما العبار وكنمشي عليه. وهادو عمليين، يعني ما كتحتاجش تبدل الزليج، كتقدر من مع البعد مع المده ومع البيريود كدوز. عاوتاني كتحتاج للشكل تاني كتغيرو، عاوتاني كتاخد شكل واحد اخر. الصراحه كيبدلوا الشكل ديال المطبخ ديال الكيتشن، وكتقدروا تستعملوه حتى في الحمام. انا هنا مازال غادي نكمل ان شاء الله، لانني انا خديت 120 من هاد الستيكر. خديتهم هما ستيكرز هادو اللاصقات. كتقدروا كما قلت لكم كتاخذوهم من ايبي ولا تاخذوهم من الامازون. كيكونوا رائعين، فيهم 24 يعني 24 قطعه حبه. هنايا غير العبار، غيطلبوا منكم العبار. خصكم تقولوا لهم انا خديت دوبل متر وجيت لهاد بحال هاد الشكل الزليج عادي. خديت دوبل متر ودرت العبار، وعرفت ان هذا الكاري فيه 15 على 15 على حسب المكعبات اللي عندكم نتوما ديال الكيتشن ديالكم. كيجي رائع. ان شاء الله غنكمل هذا الشيء اللي بقى ليا ونشوفوا معايا الشكل النهائي. كنتمنى انه تعجبكم وتقول لي الراي ديالكم في التعاليق. واش انني توفقت انني درت كولون؟ انا درت كولون كله ديزاين واحد بهذا الشكل. ما تنسونيش بلايك وبالاشتراك، وان شاء الله نرجع معكم ملي نكمل هذا التتمه ديال هذا المكان اللي باقي ليا. هنا بغيت نوريكم واحد الميثود كما كتلاحظوا معايا. انا مشيت بها بحال هكا، كنمشي بها هكا. ها هي باقا لاصقه ما كملتش، ولكن كندير لها كديروا بالاصبع ديالكم حتى الا كانت شي هواء باقي حاصل بهذا الشكل. وبهذا كنكون خلصت الحائط للمكان اللي كان باقي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال المطبخ، ولا في حله جديده وبحله مغربيه. بالاخص اي وحده مغتربه كنصحها تبدل وتاخذ هاد الديزاين رائع. ومع الكله ديال الماء زيد عطاتها لمسه اكثر مغربيه. وهذا هو الشكل النهائي اللي كملت 120 حبه عندي. كنشجعكم انكم تبادروا حتى نتوما وديروا هذا التغيير هذا بهذا الستيكر. رائعين صراحه، انا عجبوني. كنتمنى تخليو لي الراي ديالكم في خانه ديال التعاليق. وشكرا لاي واحد دخل عندي وخلى لي تعليق جميل والاشتراك. الى فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله.